سنة 2021 قناة السويس المصرية حصل لها انسداد لمدة 6 أيام بسبب السفينة الضخمة ايفر جرين. اللي حصل ده تسبب في خسائر كبيرة للتجارة العالمية تقدر بحوالي 10 مليار دولار لكل يوم واحد من التعطيل، في نفس الوقت اللي مصر بتربح من القناة حوالي 8 ل 10 مليار دولار سنويا. المهم إنه اللي حصل ده زي ما أعلن للعالم كله عن أهمية ممر قناة السويس تجاريا، لكنه أيضا خلى بلاد العالم تهتم بالمسارات البديلة اللي ممكن تربط التجارة بين الشرق والغرب، بين آسيا وأوروبا. دي قارة آسيا. الجزر اللي بتشكل دولة اليابان مش موجودة في جنوب قارة آسيا ولا في جنوب شرق آسيا، لكنها موجودة في شرق آسيا. العاصمة اليابانية طوكيو هي مدينة كبيرة جدا جدا، عدد سكانها أكتر من 12 مليون. ولما نضيف لطوكيو مدينة يوكوهاما ومدينة كawasaki ومدينة تشيبا المتلاصقين معاها، فهيكون عندنا أكبر تجمع حضري في العالم يسكنه أكثر من 37 مليون شخص. ميناء يوكوهاما وميناء طوكيو على خليج طوكيو المفتوح على المحيط الهادي هم عصب النقل البحري لدولة اليابان. السلام عليكم. علشان تشوف كويس زود الإضاءة وشغل بكامل الشاشة وبجودة 720 ودوس لايك. لو افترضنا ان احنا النهاردة في يوم 31 أغسطس وفي سفينة هتقوم من ميناء يوكوهاما الياباني على المحيط الهادي وعاوزة تروح لميناء روتردام في هولندا في بحر الشمال، وميناء روتردام في هولندا هو أكبر وأهم ميناء في أوروبا كلها، فالسفينة المرة دي مش هتمر من قناة السويس المصرية، مش هتمشي جنوبا وتلف حول جنوب قارة آسيا، ولا هتعدي من البحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر المتوسط ومضيق جبل طارق والمحيط الأطلنطي وبحر الشمال. لكن وركز معايا، السفينة هتتجه شمال شرق وتعدي من مضيق بيرنج، والسفينة لما تعبر المضيق ده بتكون تركت المحيط الهادي ودخلت للمحيط القطبي الشمالي. ومضيق بيرنج هو اللي بيفصل شرق روسيا عن ولاية ألاسكا الأمريكية. لأنك لو فضلت تتجه لأقصى الشرق الروسي وخليت واحد صاحبك يديك ظهره ويتجه لأقصى الغرب في قارة أمريكا الشمالية، فهتتقابلوا انتوا الاتنين عند مضيق بيرنج في شمال المحيط الهادي. طب تعالوا نلقي نظرة على المحيط القطبي الشمالي، وخليني أوضح لك خريطة القطب الشمالي بسرعة علشان تعرف معايا طريق الشمال للسفن اللي ابتدى يكون مسار بديل لقناة السويس. الدايرة دي اسمها الدايرة القطبية الشمالية. هنا روسيا ولها ساحل شمالي طويل جدا على المحيط القطبي، وبعد روسيا غربها توجد 3 دول هم فنلندا والنرويج والسويد. لكن فنلندا والسويد ملهمش سواحل شمالية على المحيط القطبي، لكن هي النرويج اللي ليها سواحل على المحيط القطبي. وبعد كده مفيش فاصل واضح بين المحيط الأطلنطي والمحيط القطبي، لكن هنا جزيرة أيسلندا وهنا جزر بعيدة تابعة لمملكة النرويج. ودي جزيرة جرينلاند المتجمدة. جزيرة جرينلاند مش تابعة لكندا ولا النرويج ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا. جرينلاند هي إقليم يتمتع بحكم ذاتي لكنها تابعة لمملكة الدنمارك. وبعد جرينلاند أرخبيل ضخم جدا من الجزر القطبية الشمالية التابعة لدولة كندا، عددهم أكتر من 36 ألف جزيرة مختلفة المساحة، لكن تقريبا محدش بيعيش على الجزر دي إلا أعداد قليلة من البشر في الجزر الجنوبية. ثم ولاية ألاسكا الأمريكية المنفصلة وحدها جغرافيا عن باقي الولايات المتحدة، وبعد كده مضيق بيرنج وروسيا. وبكده احنا لفينا حول القطب الشمالي كله، يعني انتقلنا من شرق العالم لغربه، لكننا عملنا كده داخل دائرة القطب الصغيرة، لأنه لو كنا عملنا كده عند خط الاستواء وهو أكبر دائرة تدور من شرق الأرض لغربها كنا هنمشي مسافة أطول بكتير. نكمل مشوار السفينة اللي جاية من اليابان وعبرت مضيق بيرنج، وبعد كده السفينة هتتجه للغرب وهتكون ماشية موازية للساحل الشمالي لروسيا وتعدي على ما يسمى بالبحر السيبيري الشرقي وبحر لابتيف وبحر كارا وبحر بارنتس
وهي كلها بحار مفتوحة على المحيط القطبي. وتوصل السفينة لشمال المحيط الأطلنطي، فتقدر تتجه جنوبا في بحر النرويج وتبعد بسلام عن القطب الشمالي وشره، وتتجه جنوبا تاني وتدخل بحر الشمال وتوصل لميناء روتردام الهولندي. طبعا ده مشوار طويل جدا اللي عملته السفينة، لأنها اتجهت 5000 كيلو للشمال الشرقي، ثم 6700 كيلو للغرب، وبعد كده 2000 كيلو للجنوب، يعني المجموع أكتر من 13000 كيلو متر. طيب ليه السفينة دي ما مشيتش من طريق قناة السويس واختارت إنها تلف من الشمال؟ السفينة عملت كده لأنه طريق الشمال الطويل ده هيكون أقصر بكتير من إنها تمشي من طريق قناة السويس، لأنه الدوران حول شرق آسيا وجنوبها ثم البحر الأحمر والبحر المتوسط وغرب أوروبا، كل ده مشوار طويل جدا جدا، وهنعرف الفرق بعد قليل. طبعا منطقة جنوب شرق آسيا مليانة مواني ضخمة وهامة غير ميناء يوكوهاما الياباني، زي ميناء شنغهاي في الصين. الميناء ده كلمة عملاق قليلة عليه، وميناء سنغافورة العملاق هو كمان، وميناء بوسان في كوريا الجنوبية، وميناء هونج كونج، وميناء هو تشي مين في فيتنام. وده جدول من موقع ويكيبيديا بيوضح الفارق في المسافة بين طريق المحيط القطبي وطريق قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح. طيب لو عندك سفينة طالعة من اليابان أو كوريا الجنوبية أو الصين أو هونج كونج أو فيتنام ورايحة لروتردام في هولندا، إما هتمشي عن طريق رأس الرجاء الصالح، وده طبعا مسافة طويلة جدا اللي هو حوالين جنوب أفريقيا، أو هتمشي من قناة السويس، أو هتمشي من طريق الممر الشمالي أو بحر الشمال أو القطب الشمالي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. فزي ما انتم شايفين مسافة قناة السويس غالبا بتكون هي الأكبر من طريق القطب الشمالي. اليابان عشان موجودة شمال جدا فهي الأقرب للقطب الشمالي، فالفرق بينها وبين طريق قناة السويس 37%، يعني فرق النسبة بين طريق قناة السويس وطريق القطب الشمالي 37% هتوفرهم لو مشيت من القطب الشمالي. بالنسبة لكوريا الجنوبية هتوفر 29%، بالنسبة لشنغهاي هتوفر 24%، لو رحت من هونج كونج هتوفر 11% بس. لكن لو هتروح من فيتنام فيفضل ليك انك تروح من قناة السويس، لان هتكون المسافة اقل ب6% عما لو رحت من طريق القطب الجنوبي. اشمعنى فيتنام كده؟ عشان فيتنام في الجنوب يا جماعة، فانت عشان تلف المسافة دي كلها وتوصل اصلا للقطب الشمالي هتاخد مشوار طويل جدا. ولو هنتكلم كمان عن ميناء سنغافورة، فأكيد السفينة من ميناء سنغافورة مش هتفكر إنها تلف من طريق القطب الشمالي، لكنها هتروح من طريق قناة السويس لأنه الأقرب والأقصر. وأي سفينة شحن بتدور على المسافة الأقل، لأنه المسافة الأقل بتساوي وقت أقل، وتوفير في الوقود، وتوفير في طاقم العمال اللي مهمتهم تشغيل السفن دي، وتوفير في تكاليف التأمين على السفن. يعني طريق المحيط القطبي فيه مميزات للسفن اللي هتقلع من أو إلى موانئ شرق آسيا، هو الأقصر في مسألة المسافة، ودي ميزة رهيبة. الطريق ده كمان مش هياخد من السفن رسوم عبور زي ما بنعمل في قناة السويس، والطريق ده كمان لا يوجد فيه طوابير انتظار لأن المحيط مفتوح قدامك وسافر براحتك، وكمان البعد عن خطر القراصنة وده بيقلل من تكاليف التأمين على السفن. أيضا البعد عن مسار قناة السويس عموما معناه البعد عن حاجة بيسموها في النقل البحري نقاط الاختناق، وهي المسارات الضيقة زي مضيق باب المندب وممر قناة السويس ومضيق جبل طارق. السفن عاوزة تبعد عن باب المندب لأنه منطقة توتر وقرصنة وألغام حوثية، والكلام ده من كذا سنة مش السنة دي بس. وبالنسبة لقناة السويس فالسفينة أو شركة الشحن بتقولك أنا ليه أكون تحت رحمة دولة واحدة بتتحكم في جزء ضيق من المسار وتفرض عليا رسوم عبور؟ الدولة دي اللي هي إيجيبت. وليه أمر من البحر الأحمر ودي منطقة توتر واضطرابات في اليمن وإريتريا والسودان وغزة وإسرائيل؟ وتوجد نقطة اختناق تانية وهي مضيق ملكة، وده ممر بحري مهم جدا جدا ومزدحم جدا جدا، لأنه السفن التجارية اللي جاية من الصين واليابان وكوريا وفيتنام لازم يمروا من هنا
من مضيق مالاكا، وكميات رهيبة من النفط اللي بتستورده كوريا واليابان والصين بيمر من هنا. والمضيق ده لوحده بتمر فيه حوالي 25% من البضائع المنقولة بحريا في العالم. المضيق ده لوحده هو الشريان الأورطي اللي بيزود الصين بالبترول، وكمان 90% من صادرات العملاق الصيني بتمر منه. وملقا هي مدينة ماليزية، ومضيق ملقا يقع بين ماليزيا وسنغافورة من الشرق وجزيرة سومطرة الإندونيسية من الغرب. شايفين كمية السفن الضخمة اللي بيزدحم بيها المضيق، اللي أضيق نقطة فيه هي هنا الموجودة عند ميناء سنغافورة، عند مضيق سنغافورة. شايفين طوابير السفن اللي معدية في المضيق دي مش نمل ولا حشرات، دي مثلا سفينة طولها أكتر من 300 متر وعرضها أكتر من 50 متر، وبيتعرض المضيق ده لأكتر من 100 حادث قرصنة في السنة، فالبعد عنه هيكون أفضل من المرور فيه. لكن رغم كل ده فحتى الآن آلاف السفن سنويا بتختار إنها تمشي من طريق قناة السويس، ومش بتمشي من عند الساحل الشمالي الروسي، لأن الساحل الشمالي في روسيا مش زي الساحل الشمالي عندنا في مصر، لأنك بتكون جوه الدايرة القطبية الشمالية، فالمحيط نفسه بيكون متجمد لفترة حوالي 10 شهور في السنة، وفي أجزاء بتفضل متجمدة طول السنة. واللي شاف منكم فيلم تايتانيك عارف يعني ايه اصطدام سفينة بكتلة جليد عائمة اللي بيسموها جبل جليدي. وعشان كده السفينة بتاعتنا اختارت يوم 31 أغسطس علشان تقدر تقوم بالرحلة دي في أفضل ظروف جوية وبحرية ممكنة وبأقل تكلفة، لأنه بداية من شهر مايو بيبدأ التلج ينصهر والحرارة تزيد شوية في شمال الكرة الأرضية، وبتكون كميات التلج ومستوياته في أقلها في شهر أغسطس، لأنه بيكون فصل الصيف ليه فترة بيسيح في التلج في شهر مايو يونيو ويوليو. لكن الجديد اللي حصل في ال20 سنة الأخيرة هو إنه العلماء وصور الأقمار الصناعية بينت إنه الاحتباس الحراري والتغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض، الأمور دي كان ليها تأثير واضح جدا على مستويات التلج في المحيط القطبي. الفترة اللي مش بيكون فيها تلج خلال السنة زادت من شهر مثلا ل3 شهور أو 4، وزادت المساحات والنطاقات اللي ما فيهاش تلج نهائي طول السنة. ودولة روسيا عاوزة تشجع العالم على المرور في الطريق ده واستخدامه لفترة أطول خلال السنة، وعاوزة موانيها الشمالية يكون ليها دور قوي في التجارة والنقل الدولي البحري، خصوصا بالنسبة لسلع البترول والغاز الطبيعي. فروسيا راحت عاملة اختراع جبار اسمه نيوكلير آيس بريكر، يعني كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية. والفيديو ده هيعرفك يعني ايه كاسحة الجليد النووية. دي عبارة عن سفينة ضخمة بتقدر تمشي في المية اللي سطحها متجمد، وبتكسر الجليد وتشق طريقها في وسط التلج، وتقدر بكده انها تساعد سفينة تجارية او ناقلة بترول انها تعدي في نفس المسار وتمشي وراها. خلال فصل الشتاء بيتراوح سمك الجليد على طول طريق بحر الشمال من متر لمترين. اهو كاسحات الجليد اللي شغالة بالطاقة النووية بتقدر تخترق هذا الجليد بسرعة حوالي 5.5 كيلومتر في الساعة. اما في المية الخالية من الجليد فبتصل السرعة القصوى لكاسحات الجليد اللي بتشتغل بالطاقة النووية إلى 41 كيلومتر في الساعة. اللي لازم تعرفه إن روسيا والصين خصوصا ومعاهم كوريا واليابان بيحاولوا يطوروا من كل الأنظمة التكنولوجية وأنظمة الملاحة والتنبؤ بالأرصاد وأنظمة الإنترنت والاتصالات اللي هتساعدهم على تطوير المسار وزيادة استخدامه، لأنه هيحقق ليهم فوائد اقتصادية كبيرة جدا. كمان لازم تعرف إن الموضوع ده أصبح طموح قوي عند الروس إنهم ينموا الساحل الشمالي، خصوصا مع العلم إنه المنطقة دي فيها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي. ولازم تعرف كمان إنه سنة ورا التانية بيزيد عدد السفن العالمية اللي بتنجح إنها تمر من شرق آسيا لأوروبا عن طريق الممر البحري الشمالي الشرقي The North East Passage، أو ممكن نسميه NSR يعني Northern Sea Route. لكن كمان لازم تعرف إنه عدد السفن الدولية اللي انتقلت من المحيط الهادي لغرب أوروبا خلال السنوات اللي فاتت لم يتجاوز 100 سفينة سنويا، وده لا يقارن بحوالي 18,000 سفينة بيمروا من طريق قناة السويس.
أنا شخصيا دلوقتي عرفت ليه الرئيس السيسي اهتم إنه يحسن من قناة السويس في عيون شركات الشحن البحري العالمية. لازم تعرف كمان إنه شركة روساتوم الروسية الحكومية، وهي هيئة الطاقة النووية الروسية، الشركة دي هي التي تتولى المسؤولية الكاملة تقريبا عن كل ما يخص الملاحة في هذا الطريق، وهي التي تدير أسطول كاسحات الجليد النووية، والأسطول ده مقره الرئيسي في مدينة مورمانسك الروسية، وهي مدينة روسية هامة وميناء روسي هام جدا. مدينة مورمانسك موجودة في أواخر الشمال الغرب الروسي قرب الحدود مع النرويج وفنلندا. وعلى كل حال فنجاح الملاحة في الممر الشمالي الشرقي بيعتمد على مستويات الجليد وظروف الأحوال الجوية، وللأسف فمعظم العلماء بيتوقعوا زيادة في ارتفاع حرارة الأرض واستمرار مسلسل التغير المناخي ومزيد من الانكماش لمساحات الجليد في المحيط القطبي الشمالي، وده هيزود الفرصة لنمو الملاحة الدولية في المحيط القطبي الشمالي. واحنا كمصريين بنتمنى انه العالم ما يسخنش اكتر وان التغير المناخي ما يزيدش اكتر، لان اثاره سلبية علينا من كل النواحي. وانا بقى بتمنى انك تشترك في قناة كل شبر في مصر والعالم، وانك تعمل لايك للفيديو. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.